يعني بجد ما شفتش قرعه بالوحاشه دي الفريق زي نيوكاسل اللي انا كنت حاطط عليه امال في دوري ابطال السنه دي. قلت بقى فريق واستثمار سعودي ومخليه فريق بريمو. كلنا شفنا نيوكاسل في الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت كونها اصلا تخش على فرق زي تشيلسي، على ليفربول، على توتنهام من اول سنه ليهم في الاستثمار السعودي دوري ابطال على حساب الفرق الجامده واللي لها تاريخ كبير قوي دي في دوري ابطال. ده انجاز. فانا كنت مراهن ان هم يعملوا حاجه، لكن النهارده بتتصدم في دوري ابطال في مجاميع بتنصف اللاعبين مشجعينها زي طبعا مشجعين برشلونه. طبعا قرعه نصفانه بطريقه جميله جدا، وانا كنت الحمد لله عايز ابعد عن اي فرقه توجع دماغي. انا عايز يا اسطى بقى اصعد مره كده بقى خلاص، خلينا نعيش زي برده جماهير ارسنال اللي فرحانه بمجاميعها. لكن في مجاميع سهله قوي زي اللي احنا هنقولها دلوقتي، ومجموعه نيوكاسل دي ربنا يكون في عونهم. بقى نبدا بقى باول مجموعه: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالاتا سراي. معروفه يعني هم اول فرقتين هيصعدوا اذا كان بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، دي اللي بنسبه اكتر برشحها من المجموعه دي، ودي ما عليهاش خلاف. تيجي للمجموعه الثانيه، مجموعه كلها بص مجموعه دوري اوروبي يعني، معلش مع احترام الجماهير، ارسنال، اشبيليه، ارسنال، اندوفن، لانس. يعني ما فيش اسهل من كده في حياه ارسنال، اللي هو تحس ان هو خدوا بقى انت ربنا كرمكم بعد 5 6 سنين ما بتتاهلوش عدي. يعني هو بص بيقول له عدي دور ال 16 عادي جدا. المجموعه الثالثه برده نابولي، ريال مدريد، برجن، يونيون برلين. برده نابولي وريال مدريد ده ماتش هيبقى ممتع جدا، وبرده هما الاثنين صاعدين بنسبه 100% بيستاهلوا. بنفيكا، انتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد. برده دي مجموعه جميله بالنسبه لانتر ميلان اللي بيتكافئوا على الموسم اللي عملوه في دوري ابطال السنه اللي فاتت وهيعرفوا يتاهلوا بسهوله. مجموعه خمسه برده نفس بتاعه ارسنال، دي مجموعه جايه من الدوري الاوروبي: فاينورد، اتلتيكو مدريد، لاتسيو، سيلتيك. برده مجموعه ايه سهله. دي بقى المجموعه اللي عليها ضرب نار، المجموعه السته دي كلها: باريس ودورتموند وميلان ونيوكاسل. بص انا مش هعلق مين هيصعد ومين مش هيصعد، ما اعرفش والله، ما اعرف مين في دول ممكن وممكن لا. السيتي اللي لازما طبعا يكون معاه لابزيج ونجم الاحمر ويانج بويز عشان هالاند يبقى هداف دوري ابطال من المجموعات ب 70 جون عادي جدا، وبتحصل لان مفيش ولا فرقه فيهم جامده. تيجي طبعا للمجموعه الثامنه اللي ربنا كرمنا فيها الصراحه، جماهير برشلونه مع بورتو مع شختار مع ريال. فمجموعه طبعا اضمن ان برشلونه تطلع فيها اول مستريح جدا. بورتو حلوه وكل حاجه، لكن برده مهما كان برشلونه وراجعه وباداء حلو، وان شاء الله نعرف نعمل حاجه في دوري ابطال السنه دي. مين عالم يبقى نهايه العالم لما يكون النهائي مثلا ما بين ارسنال وبرشلونه الايام دي. ولسه برده ما نعرفش ايه المفاجات اللي ممكن تحصل في الماتشات اللي جايه بتاعه دوري ابطال.